كم باكة؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. اثنين. هذه أول واحدة وهذه ثاني واحدة. ناخدها كذا ونمررها على البشرة. نايس. اوكي. واو رهيب، حسيته كذا يرطب. نستفيد من كل نقطة. اوكي. قبل ما تتشرب البشرة راح احط كريم العين بالبقدونس. اعطوني السامبل. انا اي كريم العين دائما احطه حوالين العين وعلى الجفن وفوق العين. هذا غريب صراحة، لونه ابيض. اوكي راح احط السيرم هذا، قلت لكم بكرة اخر يوم، شكله اليوم حيكون هو اخر يوم. يا خلاص خلص. You've been too good. too good. هذه ثاني علبة من السيرم، مرة عجبني. هذا هو. بعد كذا راح احط كريم اللي هو بالجينسينج، جينسينج اند سنيل، في كأنه قطع ذهب كذا. بعدين راح احط طبقة من هذا الكريم، هو كريم مرمم ومرطب. احط منه طبقة كذا سميكة نوعا ما عشان يشتغل طول الليل، يرطب لي البشرة. اوكي. بعدين راح نضخ شوية من هذا السيروم. او ماي جاد استخدمت كثير لسه جبته قبل 3 أيام يمكن. ديمت. بس انا استخدم كذا مرة في اليوم، يعني الصباح بعدين لما نرجع في الليل. اوكي. واخر شيء راح اسويه احط هذول. اخر خطوة ارطب وجهي بهذول البخاخات. هذول احلى شيء كذا لترطيب البشرة. هذا هو. تجيبوا اي مرطب مينرال واتر او شيء زي كذا، الصيدليات يبيعوه. ارطب جسمي بهذا الكريم، وكمان ابى اتعطر كذا عطر خفيف. هذا اصلا كأنكم تعطري لما تحطوا الكريم
لأنه في من ريحة شانيل، عطر شانيل البنفسجي. ف مرة حلو، ريحته حلوة. أحب عطور شانيل الهادية، مو النمبر 5 وهذا أوخ، هذيك أكرهها مزعجة. اوكي نجيب العطر. راح اتعطر بهذا من جيفنشي، هو بادي ميست او لا ديودرنت، كتب ديودرنت بس انا ما استخدمه كديودرنت، انا استخدمه كميست للجسم. تخيلوا ان الساعة 9 في الليل وهذا منظر الشباك، الشمس لسه قاعد تغرب الان، تخيلوا. المهم عبد الرحمن اغمى عليه، قاعد كان يتفرج على اللابتوب ونام وانا خلاص شكلي كمان حنام. اوكي 18 شفت كيف صار ابيض. اوكي نحط شوي من هذا الكريم من كريستاس، هذا اللي اخذته من الكروز كذا، مو مرة كثير. هذا ريحته تجنن. كمان راح احط نقطة من هذا السيرم كذا اوكي. نحط شوية هنا أبى أجرب هذا، أو أتوقع أني جربته قبل كذا. هذا ريحته مرة حلوة، طيب إن وبخته حلوة كمان، أوتش كذا خفيفة، عرفتوا مو ما ينزل دفعة كبيرة. يب وردان. نشفه لأنه حموت برد. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي
مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. رطب شفايفي مرطب. أوريكم كمان إيش جبنا اليوم من ألاسكا، مشتريات ألاسكا. أوكي. جبت الكيسين هذول هما. نبدأ بهذا الكيس أول شيء. جبت الإيفين بلوفر بلون البينك، مكتوب عليه جون ألاسكا USA. فهذا أتوقع إنه حتلبسه بكرة، لأنه بكرة كمان عندنا رحلة، بس مو زي اليوم لازم نصحى بدري، لا الساعة 10 لازم نكون هناك. بعدين هذا لازم أقلب الكاميرا عشان أوريكم إياه. هذا جبت لأمي، أمي تعشق الأحجار، تموت فيها وتجمعها وكذا، فجبت لها هذا Minerals of Alaska، الأحجار اللي موجودة هنا في ألاسكا، وكذا فيها خريطة وكل مكان وين يحصلوا الأحجار هذه. لما قلت له حاخذ غفوة قال لي لا تاخذي غفوة، اقعدي اسهري لين يعني قصدي انه تحملي عشان بعدين تنامي. هو بنفسه اغضب عليه، حصحيه عشان ما يخرب النومة. رحمن خاف يقول لي صحتيني، بس جسمه راح يحسبها غفوة لأنه بدري. المهم جبت هذول شوكليت مكتوب عليهم ألاسكا، أنا جبتهم بس عشان مكتوب عليهم ألاسكا. هذا السمورس وهذا عليه رسمة دب، اليوم شفنا دب تخيلوا واحنا ماشيين. وجبنا هذا المغناطيس، احنا بالعادة لما نروح نسافر نشتري بس مغناطيس الدول، ما نشتري مغناطيس المدن، بس حسينا انه ألاسكا يبغى لها مغناطيس كلها لحالها كذا، لأنه يعني أفكر بيني وبين نفسي قلت والله ليش احنا نسوي الدول، المفروض كنا نسوي يعني بورد للدول وبورد تاني لكل المدن. يعني مثلا احنا رحنا أمريكا، رحنا سياتل، رحنا نيويورك، رحنا أورلاندو، رحنا يعني مدن كثير، فليش بس يكون مغناطيس واحد USA؟ ليش ما يكون في المدن هذول؟ فكانت فكرة سيئة. الحين لو سويناها يبغالنا مغناطيس مرة كثير. قاعدة أفكر ليش ما كنت أجمع مثلا شيء من الفندق كذا ذكريات، يعني كل فندق نروح وآخذ شيء. أحس إنه الدول مو مرة، أحس كان مفروض آخذ من المدن كمان. أنا ما كان يقول لي لا حيكون في مغناطيسات كثير ومدري إيش. أوكي، وهذا وريتكم إياها أتوقع، اللي هي الشوكولات، هذا بالماكاديميا، هذا بالفول السوداني كذا، سكر مع فول سوداني. اوكي لقيت الشاحن حقي لازم اشحنه الان، لانه هو اللي يساعدني في التصوير، لأن مستحيل جوالي يخلص بسرعة. وهذول شوكولات كمان جبتهم، صراحة هذا المحل عندهم شوكولات يجنن. أنا لسه ما خلصت حقي، هذه راح اكلها الان. اوكي حنجرب هذا الاختراع الالاسكي، حنجرب هذه في النص لأنه قالت لي بيست سيلر، بس أنا ما أعرف كيف هذا تنأكل صراحة. أحس ما أدري هذا إيش حقته. أوكي من هنا طري ومن هنا سبيكة قاسي. هذا حلو، كأنها حلاوة الطحينية. دقيقة لازم أقطعها. يا شيخ عض كذا. فاج شوفوا طرية. تفضل. You don't want? No. Are you sure? اوكي تنقطع بسهولة. مو حلو. حسبتها انا شوكولاتة والله. هي هذا شوكولات. لا بس حالية بزيادة. تبي تجرب هذا الكرانشي؟ لا خلاص. كلها زيها. لا هذا كرانشي اللي تكون أحلى، هذا فيه مكسرات. لا تنامي.
خلاص الحين نوم. لا الحين نوم، وين نوم؟ انت ماشي. نمت قبلها. خذ. صار لك ساعة نايم. والله هذه أحلى. كيف تقولي هاي بس سيلر؟ هذه أحلى. فيها كذا مكسرات. بس مرة والله ايه مرة. الشوكولاتة عندهم أحلى صراحة، أحلى من الفج. صباح الخيرات، صباح يوم جديد في ألاسكا. فهذا صباح الخيرات، صباح يوم جديد في ألاسكا، صباح آخر يوم في ألاسكا. طبعا زرفت بلوفر عبد الرحمن لأنه اكتشفت إنه ما عندي ملابس دافية أبدا، فهذا اللي اشتراه أمس. قلت له أسف على حلبس اليوم. حبيته، مكتوب عليه ألاسكا بس مع هذا الجينز. سويت ميك اب كذا سريع، شعري قلت أخليه اليوم ويفي. بالعادة هذه الفترة، هذا الكم يوم صرت أحبيه ستريت. أسوي ستريت. يلا غسلي بسرعة. قاعدة أصحي فيها 17 مرة مو راضية تصحى. التاكسي حيجي بعد ربع ساعة، أوكي؟ وهي لسه ما لبست ولا فطرات. أوكي يلا افطر بسرعة. المهم اليوم عندنا رحلة بس مو زي أمس. أمس كانت بدري، الساعة 7 كنا صاحيين. اليوم صحينا الساعة 8 والآن الساعة 9 و12 دقيقة. طبعا عبد الرحمن طلب تاكسي، تخيلوا كم يبغاله؟ 23 دقيقة عشان يوصل. تخيلوا 23 دقيقة ويقبلوا. يعني الحين رفض التاكسي وطلب مرة ثانية، هم نفسهم هذول يقبلوا. يروحوا ايش يسووا؟ يوصلوا ناس، ويعني ما يوفروا، عرفتوا؟ يبي يوصلوا ناس وبنفس الوقت يبغوا يضمنوا انه بعد ما يوصلوا هذول الناس يكون في زباين ثانيين مستنيينهم. فبما انه عندنا وقت يعني انه لسه ما يحتاج نوصل الان، فعبد الرحمن طلبها من الان. Mama, can I call Baba just to get salt and pepper? There's maybe salt and pepper, there's a bag. Yeah, I looked and said Mama. طبعا هذول والله الفندق استغفر الله. عبد الرحمن طبعا طلب منهم الفطور، بس هو عبد الرحمن دائما لما يطلب يصير فيه خربطه دائما، مو اول مره. بالذات مع هذول لازم تشرحوا لهم اكسترا. قلت له انا ابغى اوت ميل ويلي نطلب له بيض مسلوق. هو يبغى بيض مسلوق فطلب منهم بيض مسلوق. جابوا لك اياه؟ ملح وفلفل عطوك؟ لا ما حطوا لنا ملح وفلفل. فلحة وملح. اعطوه، قال لهم ابغى بيض مسلوق لشخصين، اعطوه حبتين بيض. 2 بيض مسلوق شخصين. مع انه امس معطينا. لا امس لانه انا حددت. انت لازم عبد الرحمن يعني ما يطلب. انا قلت يمكن خلاص الواحد يقول لهم بعد الاشخاص هم بطريقتهم يحطوا حبتين 3 حبات لكل واحد. انت تعرف انهم ما يفهموا، لازم تشرح لهم كل شيء. دائما لما عبد الرحمن يطلب المطاعم تصير خربطه دائما. نحس دائما ما اعرف ليش. يلا بسرعه. قاعد يكلمهم بالجوال بجنبي يقول لهم بيض لشخصين. اقول له قول لهم العدد، قول لهم ابغى 4 بيضات. طنشني. اخر شيء فجأة جابوا له حبتين بيض. استهبلوا ذول. طب الحين انت رحت عندهم ايش قالوا لك؟ رحت كذا صفقت لهم. وانا توجو من جد؟ ايش قالوا لك؟ سوري. ما حطوا ملح، ما حطوا فلفل، ما هيك يعني. الطلب ابسط من البيض مسلوق وشوفان. بيض مسلوق وشوفان، ما في له ولا شيء. وين انا حطيت هذا؟ امس لبست الساعة الخضراء. جاهز. انت ما اعطاك بيض؟ ما اعطاك بيض؟ من الثلاجة حصلته جاهز كذا. بارد. برد. وش اسوي؟ ما في حل ثاني. هذا البيض؟ عشان كذا ما يكون في طلب مطاعم انا اطلب دائما. عارف ان عبد الرحمن حيجيب ريد. وانتي جبت لك زبادي. ما قصرت. وهذا البيض. بسرعة جيب بسرعة، جاي بعد ربع ساعة الحرمة. عبد الرحمن ما انصحك تاكل بيض هذا ترى. والله اكلته. والله مرض المرأة. والله شكله مرة ما يشهي. لا تاكل كل هذا. بدينا نتصمم من وراه.
طبعا باليتات حقي عندي باليت ماريو، عندي مثبتات ميك اب، انا حطيتهم بالشنطه لحالهم وحطيتهم جوة الشنط، ما اعرف وين اختفوا. هذا الباليت اللي جبته صراحة الوانه مو مرة قوية، بعد فترة مرة تروح تختفي، حسيتها هذول الاثنين، فكنت بحط من ماريو بس ما لقيته، ما ادري في اي شنطة انا حطيته. يا لاني سويت بلاشر قبل يمكن 20 دقيقة، الحين وانا احط العدسات ما في بلاشر اختفى، فرجعت حطيته مرة ثانية. سويت ليب كومبو حقي هذول الاثنين، هذا بيوتي وهذا من اسنس وارم براون، ومن اسنس اسمه ذا بيرفكت نيود باور اوف نيود. يب خلاص كذا الاوتفيت، كذا الشعر. اوه ماي جاد نسيت اطلع شوز. تخيل عبد الرحمن يقول لي انها الغت الحجز. لا ما اخذ فلوس. مكتوب انها وصلت وهي ما وصلت، ولا الغت، ولا ايش وضعها؟ يا ربي هذول التكاسي هنا. انا قلت عبد الرحمن خذ رقم التاكسي امس اللي وصلنا السوداني ونتفق معاه يجي لنا الصباح على رواق، احنا نقول له تعالنا الساعه كذا كذا. قال لي لا انا حطلب خلاص. اخيرا يمديني اكل على بال ما ايش عبد الرحمن يتصرف مع التاكسي. هنا الواحد شكله لازم يطلب تاكسي قبل المشوار بساعه، لانه يا يقبلوكم هم على بعد 20 دقيقه. ليش؟ في واحد ثاني هذه براجعهم فيها. الغت، تخيلوا الحرمه الغت انا الطلب ولا جت. لا ما الغت، قالت لهم انه وصلت شيء زي كذا واخذت الفلوس. قلت لك والله انا دائما صح. والله قلت له، قال لي حطلب تاكسي، هاي تبعد 23 دقيقة. قلت له، قال لي حطلبها عشان يمدينا نلبس كذا. قلت له ترى احتمال تلغي، لا ولو لغت، قال لي لا مستحيل تلغي. تخيلوا لغت، لا مو لغت حتى، سوت حركة أسوأ، قالت انه هي وصلت واحنا ما جينا او شيء زي كذا. اوه ماي جاد يا جماعة، اسرع سريع رحت لبست ايرين بسرعة زبطت لها شعرها. عبد الرحمن طلب تاكسي ثاني والحمد لله لقينا واحد قريب. وينه؟ الله اعلم. الله الجو انا ما ادري وينه، يمكن هذه هذه. يلا لين كم فاست. لين لا تمشي قدام السيارة لين. التاكسي قال لنا انه report safety issue related to us. Safety. قال لنا سويت لكم سكام الحرمة، حسب الله عليها. عجوز وتسوي سكام؟ لا يمكن رجال تاني بحط صورتها. اوكي، سوت نفسها انها اخذتنا ووصلتنا لمكان وخلاص، يعني انتهت الرايد، عرفتوا، واخذت الفلوس. نص المبلغ Report. Right here. Report this profile. اوكي. Rude, sexual harassment, threatening violence. You know, it's happened to me once. I don't know where. Inappropriate. Thank you. No. Other inappropriate contact. It'd be. How do you guys want to feel about this? You know, later I will sit at home and check everything. I will do a report. Do you feel like she was inappropriate? No, she's a scammer. There's no option as a scammer. Rude or vulgar or let's do this one. Rude. She was rude to you guys. She stole from you. Yeah. So I report. Thank you for letting us know. So now Uber is notified. They'll take care of it for you. Perfect. But how they like hire like scammers? No, you never know who's you hire. Well, with Uber, they do a background check and they make sure that you're good and this and that, and that you have no issues. But على الوقت الحمد لله باقي 10 دقائق ومفروض انه ننطلق. فتخيلوا قاعد اقول لسه قاعدين نتسولف مع التاكسي، احسه التاكسي اللي اخذنا حقد عليها اكثر مننا طول الطريق. يقول اوف انا ما احب لما الناس تسوي سكام، انا ما احب لما الناس تضحك على غيرها، انا اشتغل في الحكومه هذا غير مقبول ومدري ايش وكذا، انه حقد عليها. قلنا له والله من جد، يعني تعرفوا ايش المصيبه؟ لو مثلا احنا طلبنا التاكسي قبل الرحل، يعني عندنا رحله الان الساعه 10 اوكي، ولازم يكون هنا الساعه 10. المصيبه انه لو راحت علينا الرحله ايوه، يعني هي كانت حتحط في موقف مره خايس، بس الحمد لله ان تعلمنا من امس
وقررنا اليوم إن نطلب تاكسي من بدري لأنه عارفين حركاتهم بياخذوا 20 دقيقة عشان يوصلوا. قعدنا نستناها 23 دقيقة. آخر شيء سوت نفسها إنها وصلت وأخذتنا وحطتنا في مكان مو نفس المكان اللي إحنا نبغاه، في مكان ثاني، وأخذت فلوس وخلاص. قاعدين نستنى. طبعا فتحنا الباب الفندق نشوف ما في أحد وصل أصلا. فالحمد لله عبد الرحمن طلب التاكسي الثاني وكان قريب مننا. هذا أحسن شيء صار. تخيلوا لو كنا طالبين تاكسي وكمان يبغى له 20 دقيقة عشان يوصل، كان حتروح علينا. واليوم الرحلة اللي حجزناها أغلى من أمس بكثير، يعني هذه من جد لو راحت علينا مصيبة. على وقت. هذا هو القارب زي ما انتم شايفين، كبير مو زي حق أمس، وحلو ومدفأ كمان. وعندنا هنا في حمام، وعندنا هنا في سناكات وشاهي وقهوة وحركات أمور طيبة، وحتى القزاز حقه نظيف. وبعدين حاطين لنا منشفة عند كل قزاز. ايش وضعها عند كل قزاز؟ والله اي والله. شوف هنا في واحدة، هناك في واحدة، شايفين؟ مدري عشان تمسح. اطلع برا حمسح انا يعني ولا ايش؟ ممكن لانه هنا دافي وبرا بارد فتصير زي الرطوبة. ما يقول لي حلو طال عليك لبس، قلت له خلاص تم الزرق بنجاح. احلى شيء لما تشتري كذا ملابس تنفع للرجال والحرمة، بس ما يحتاج انك تصرف فلوس كبير، تشتري لبس واحد تتشاركوا مع بعض. المهم العيون، شوف العيون البريئة. انطلق القارب. عبد الرحمن راح يطلب لنا شاي، وهذا هو القارب طبعا مقفل. الشاي احمر عادي، اذا في ليمون حط ليمون كمان. استنى هذه يبغى لها بسكوت شيء. لنا شاي انا وعبد الرحمن. عبد الرحمن لما يسوي الشاي زي امي بالضبط، يحط كمية سكر مو طبيعية. الشاي بدون سكر ما هو شاي والله. والله انه لا. ومعاه ايش؟ معاه كت كات. تخيلوا ايش هذا الميكس. هذا مليون كيلو سكر وهذا سكر. انا كان ودي احط فيه ليمون بس قالوا لي ما في. والشاي على فكرة مجاني هنا. الله مرة حلو مع الاجواء الدافئة. يعني اصلا دافعين. انا لسه ما دفعت شيء. قال المشي. اوكي نو بروبلم. خلاص نقعد هنا لأنه في طاولة. I'm going to be your guys' naturalist today. My name is Maya. I am joined by your lovely deckhand up here, Miss Eva. And taking us on our journey today is going to be Captain Dan. Now before we get completely عن هوس التفكير